وها هو يقترب لنادي الزمالك. ده بيقترب علينا بيقترب علينا بيقترب علينا بيقترب علينا. أخيرا انفراجة في صفقة الزمالك المنتظرة. أول مرة قليل جدا لما تشوف لاعب متمسك بالزمالك، عايز يلعب في الزمالك، بينتمي للزمالك مثلا عاطفيا، مش جعان، مش كلب فلوس، مش اي حاجه خالص خالص. مين اللاعب اللي انا بتكلم عليه؟ قول لي في الكومنتات قبل ما اوريك صورته. قول لي 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 في الكومنتات. حامد حمدان، اللاعب الفلسطيني اللي بيلعب في صفوف بتروجيت، يشير على حسابه على الانستجرام، منزل صورته في ماتش الزمالك وحاطط قلب ابيض، ويعني وان شاء الله باذن الله وربنا يكرمنا بقى ويجي بقى نادي الزمالك. ونتمنى، لان انا عندي فوبيا من اي صفقه بتعمل ضجه هي ما بتتألقش. نتمنى ان احنا نكسر القاعده دي في نادي الزمالك. واللاعب الفلسطيني في نادي الزمالك تقريبا في التاريخ لعب 5 فلسطينيين تقريبا او 6، ما نجحش منهم غير الكابتن مصطفى نجم، كان بيلعب زمان شويه. هل حامد حمدان هيكسر القاعده ويبقى نجم النجوم؟ لايك وجهه نظركم في الكومنتات، شير مهم جدا جدا الفيديو، فولو او متابعه مهم جدا. وانت ما تشوفني. سلام.